لما كنت عايش في دمنهور الفلوس كان اسمها جنيه، لما جيت عشت في اسكندريه بقى اسمها جنيه. اللب اللي بحبه لما كان في دمنهور كان اسمه لب عباد، لما جيت اسكندريه بقى اسمه لب سوري. وايه تاني؟ واول الشارع في دمنهور كان اسمه اول الشارع عادي، لكن لما جيت اسكندريه بقى اسمه على الامه. مش عارف الدنيا بتضلم كده ليه. والاختراع الصغير ايام ما كنت في دمنهور كان اسمه سرفيز، لما جيت عشت في اسكندريه بقى اسمه تنايه. شدي بقى الباب لبره. صحيح هو الباب في اسكندريه برضه ليه معنى تاني ولا هو اسمه باب عادي؟ صح. طب الحمد لله، انا ابتديت احس ان انا هيروغليفي. ولما الهبده لما كنت بهبدها اللي هو في فرق شاسع ما بين لغه دمنهور ولغه اسكندريه، وانا بقى معلم محشور ما بين اللغتين. عايزه ايه؟ قدام المرايه؟ طب دي المرايه مشروخه، هنتصور قدامها ازاي يعني؟ ايه اللي هي ده؟ جاوب على السؤال. في دبانه كالحه، هي الدبانه صحيح ليها معنى تاني في اسكندريه؟ ضربت الشفره؟ فانا بقى صديقي متلطم ما بين الحاجتين، متلطم ما بين لغه دمنهور وما بين لغه اسكندريه. طبعا على ما تحاول تتعود على دي بتحس انك منافق. فيا جماعه ما تتكلموا كلكم لغه واحده عشان نخلص. انا لحد الان مش عارف اذا كنت انا دمنهوري ولا اسكندراني ولا انا حكايتي ايه. انت باب رخم. فكريني صح، يا الاستيكه اسمها ايه؟ جومه. الاستيكه بالاسكندراني اسمها جومه. وايه تاني بالايه؟ يعني ايه بدل ايه؟ فلافل بدل طعميه. فلافل بدل طعميه.